اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثاني اللي ما ننساوهوش ذكرى احداث حمزه وذكرى احداث المفيده التي سقطت فيها عديد الشهداء. نحن لسنا لمنع عنا ما يحصل، نحن لسنا لمنع عنه الاعتداءات المتكرره من طرف السلطه لدرجه العالم النقابي ولدرجه الحكم النقابي. وليس ذكرى واحد اثنين كما قلت احنا مرينا وما زلنا نمر في بلادنا واتحادنا مازال يمر بعديد المواجهات مع كل الانظمه التي تسير البلاد هذه. هذا من جزائنا في البلاد. تواجد في البلاد بصفه عامه، وهذه رساله لكم. انا نقول انه هيئه الشغل العالمي تعودنا في الاتحاد العام التونسي للشغل ان نحييه ونحتفل به معناها في تظاهرات معناها ضخمه وصفاقس بالذات عندها تقاليد في هذا. واليوم معناها صار تجمع كبير من دار الاتحاد الجهوي للشغل صفاقس لجموع النقابيين مختلف القطاعات وكذلك للضيوف معناها جاوا كعادتهم يحتفلوا بعيد الشغل. في كلمة الاتحاد الجهوي للشغل صفاقس ركزنا على جانب التاريخي لهذا العيد، ثم عددنا المكاسب اللي تحققت طيلة السنة هذه 1 مايو 2015 و 1 مايو 2016 وكانت عديدة استفاد منها النقابيون. وكذلك تحدثنا على دور الاتحاد العام التونسي للشغل في طيلة السنة هذه وما قام به من حراك في اتجاه تخفيف كما قلنا في حتى الدورات الدور لإرساء المناخ الاجتماعي في البلاد، وهو يواصل معنا الاطلاع بالمهمة هذه. بينا كذلك ما قمنا به في جهة صفاقس كنقابيين والاتحاد الجهوي للشغل وهي إدارية جهوية من إنجازات فيها. ما استطعنا أن نبني في الجهة جوع من حوار بناء بيننا وبين أرباب العمل وبيننا وبين المسؤولين في مؤسسات الدولة العمومية وفي القطاع. بينا وأنه كذلك أن لا مجال لضرب الحق النقابي والاعتداء على الحق النقابي، وقلنا كل معناها إجراء يتخذ في شأن النقابيين من إيقاف عن العمل أو من معناها تهديد بالمحاكمات وغيرها الاتحاد الجهوي للشغل صفاقس والشغالون مستعدون معناها للانتفاضة وللتحرك لإيقاف العمل هذا. لأن ما نحبوش المشاكل الشغلية والمسائل الشغلية اللي يدخل فيها الأمن تتحل بالأمن أو تتحل بالقضاء. بطبيعة الشأن هذا يهم أساسا توا وضع المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. احنا بقدر معناها مسعانا بقدر ما يقوم به المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الإسلامي العام من مساعي لتهدئة الأمور وإيجاد حلول. احنا نقولوا لا سبيل إلى إيقاف النقابيين، لا سبيل إلى معناها الزج بالنقابيين في قضايا معناها توتر المناخ الاجتماعي. نقولوا راهو احنا مستعدين للدفاع للحوار ولايجاد حلول، لكن على اساس الحوار البناء وعلى اساس معناها ارجاع النقابي لحبيب بورقيبه مستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه الى سالف عملهم واسقاط القضايا المتعلقه في شانهم. نقولوا راهو الزج بالقضاء وبالامن في حل المشاكل في حل المسائل الشغليه راهو ما يجي من وراءه حتى شيء، وراهو ما يفيد البلاد حتى شيء. اللي يفيد البلاد هو الحوار البناء، اللي يفيد البلاد هو انا ما نتعاملش مع الملفات النرجسيه. بما اني انا عضو في الحكومه يلزمني معناها نكون عندي الراي الاوحد وعندي الراي الصائب كان انا والاتحاد العام التونسي للشغل، وكانه بالنسبه لي السيد الوزير معناها ما هوش طرف اساسي في كل ما يقع البلاد.
في تنمية البلاد، في مناخ الاجتماعي في البلاد، في تنقية الأجواء في البلاد، وفي تحسين البلاد. يعني نقولوا احنا ما احناش كمنظمة نقابية ما ندعيش أن كل شيء احنا ربما قادر لوحدنا باش نجموا نحلوه، لكن نقولوا للأطراف الحكومية والأطراف الاجتماعية الأخرى اللي احنا مستعدين للحوارات، مستعدين للحوار حتى نبني بلادنا، لأن بلادنا في حاجة إلى توافقات، في حاجة إلى أن ما أنجزناه حتى حصلنا على جائزة نوبل للسلام راهو كثير وكثير وفخر لنا، فنواصل على درب التشاور، على درب الحوار اللي بينا مع بعضنا، بدون أنه يكون واحد خير من واحد في الميزانية أو واحد كلمته هي التي يلزم أن تسمع وكلام الناس الآخرين لا ما عندوش قيمة. فدعوة إلى سيد وزير الصحة إلى حوار جاد وبناء مع الاتحاد، واحنا مستعدين لهدايا ونخرج معناها من المأزق هذا اللي بصراحه توضع فيه المرفق العمومي الهام هذا في حياه المواطن في صفاقس وعديد المدن في الجنوب التونسي. شكرا لكم وبارك الله فيكم. الثاني اللي ما ننساوهوش ذكرى احداث خمسون وذكرى احداث المفيده التي سقطت فيها عديد الشهداء. نحن نسأل المنع عن ما يحصل، نحن نسأل المنع عن الاعتداءات المتكررة من طرف السلطة لضرب العمل النقابي ولضرب الحكم النقابي. كافة عمال تونس وخاصة جهة صفاقس بعيدة من بعيد العمال. بالمناسبة هذه كل واحد من موقعه، سواء الحكومة من موقعها، سواء المنظمات، المجتمع المدني، كل واحد إذا يقوم بموقعه حفاظا على الاستقرار في تونس، حفاظا على مستقبل تونس. راهو نجموا نخرجوا من هالوضعية الصعبة، صحيح وضعية صعبة، لكن اليوم اللي نعيشوا فيه مش هكا. انت تشوف منظمة وطنية معناتها صحيح عندها إيجابياتها في مر التاريخ وإيجابياتها خلال السنوات هذه، تتعرض لهجمة ممنهجة في صالح من؟ في صالح من هذه الهجمة اللي قاعد يتعرض للاتحاد؟ ليش في صالح تونس؟ احنا صحيح ثم بعض اخطاء، صحيح ثم سلبيات وهذا عادي، لكن شوفوا ايجابيات هذا الاتحاد اللي يحتفل بسبعينيته هذه السنه، واللي اليوم نحتفلوا بعيد العمال، انه الاتحاد قدم تضحيات وقدم من اجل تونس ومازال يقدم، وراه قوه خير وقوه اقتراح وقوه حوار في تونس. اذا هذا وضع ان شاء الله نتجاوزوه، نتمناو انه باش نتجاوزوه كل واحد من موقعه. صحيح خلافات في حكومه تحبيب الصيد أنه قاعدة تنعكس، خلافات في الرباعي الحكم الحاكم أنه قاعد ينعكس، تجاذبات سياسية قاعدة تنعكس، لكن في استطاعتنا أنه نخرجوا بحلول، وخاصة دور مجلس النواب، دور مجلس النواب. ونأكد أنه دور مجلس النواب مش قاعد يعمل في خرج 90 قانون خلال هالعام ونص، 80 قانون منهم معناتها قروض، والباقي معناتها قوانين من مفروض خرجت لتسهيل الاستثمار، من مفروض خرجت لتسهيل العديد من مجالات في الديوانة وغيره، إلا أنه قاعد القوانين ومقترحات القوانين في رفوف مجلس النواب، والمجلس النواب جاذبت فيه الصراعات، وهذا يزيد ينعكس على الوضع في البلاد. هي اليوم تحديات يطرحها الاتحاد في ظل الهجمة الشرسة اللي قاعد يتعرض لها، ونشوفوا أن الاتحاد هو ديما هو يعدل الميزان، يعني هو يعني نصير الطبقة الشرقية، انه يعمل كل ما فيه انه ينهض الطبقة هذه، وانه يكون مواكب التحديات الاقتصادية. هذا ما ينجمش يخدم بمنأى عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يعني والاحتفالات لما يزيد التأكيد على انه الطبقة معناها انه الناس الكل متشابهين بالاتحاد مهما حاولوا، مهما سعى البعض الى تقسيم دور، ونعرفوا اللي دور كبير برشا، ونعرفوا اللي دور لا يستهان به في كل المجالات. الوزير الاول ما يحكمش عنده حتى صلاحيه، وحتى المالي حتى واحد ما عنده صلاحيه، ما نعرفوش كل اللي يصير في تونس، وهذا هو خطير على تونس في هذا الشغل العالمي. هذا خطير كبير ياسر على تونس. احنا فما اقتصاد ضمن المغلوبين، الاتحاد قايم بدور كبير ياسر، قاعد يعاون، والسلطه
هي ضعيفه اللي ما تنجمش تسير البلاد بالكدا. خلت التراكمات تصير في كل البلاد، تجي باش تجي ما تلقاش اللي تشد. ولذا الوضعيه في تونس راهي مش باهيه. نتمناو العيد الجاي يكون خير من هكا، نتمناو جميع العمال يكونوا بس عليه، نتمناو بلادنا خير من هكا. والارهاب احنا ضد الارهاب والناس الكل ضد الارهاب، وانما السلطه ما عندهاش قرار. راهي هي مساهمه كبيره ياسر في تشجيع الحوايج الخايبه في البلاد. فهمتني؟ هذا الامور راهي مش باهيه. الأوضاع الاقتصادية صعبة برشا، فهمت؟ خفض المواطن العمال ما عندوش غير ربي، فهمت؟ وغلاء المعيشة، وهذا بتشوف أنت في قطاع ال5 مليون ونص أمريكا 7 شهور فينا محضر نتاعنا الاتفاقيات نتاع زادة في الأجور، ما قطعناش فيها اليوم التالي، فهمت؟ ما عرفوش علاش سبب شنو علاش، فهمت؟ هو أخويا الله غلب، باش نعمل؟ عمومي ولي مراجعة مجلة الشغل والتشريعات الشغلية. الأمر هذا